مات كناية أشرف البنداري من سوهاج. يعني خدت فترة كبيرة جدا من التعليم بتاعي في المحافظة عندنا في سوهاج. بعد كده أتميت التعليم في القاهرة وما كملتش تعليم على الآخر، ولكن التحقت بالقوات المسلحة مدارس المركبات ودرست ميكانيكا. من ضمن الدراسات اللي درستها ميكانيكا السيارات والكهرباء. أشرف البنداري أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل خلال الأيام الماضية بعد اختراعه لنموذج الوحش المصري، وهي مركبة برمائية قادرة على الطيران. نموذج الوحش المصري أنا قلت نموذج وما قلتش عمل نهائي ولا حقيقي، لأن زي ما قلنا طول ما الآلية بالنسبة لنا ما اكتملتش فالعمل مش هيطلع للنور كامل، ولكن حق المواطن أن هو يفكر، والفكرة طبعا بتتبني على شيء ابتدائي جدا لغاية ما تيجي الآليات المناسبة ونصنع على آليات مناسبة. هذه المركبة نالت الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تواجدها في ميدان التحرير. ذهبنا إلى الورشة الصغيرة التي ينفذ فيها أشرف مشروعه لنتعرف عن قرب على الوحش المصري. الوحش المصري أولا زي ما قلت لحضرتك أن شكل النموذج بتاعنا من وسط السيارات اللي احنا وقتها كان 4 على العالم، فالشكل بتاعنا كان ضخم جدا وملفت للنظر. دي حاجة. الحاجة الثانية والأهم، احنا كان عندنا في القوات المسلحة اسم الوحش كان دايما يلقب على الحاجة اللي نادرة قوي، لذلك احنا كنا ندعو على المجندين عندنا كنا نقول وحوش كذا كذا، فاسم الوحش كان مأثر معايا من أيام القوات المسلحة، وكان أعلى شيء بالنسبة لي كلمة وحش، فلذلك سميته أعلى شيء. والحاجة الثالثة أن أنا حبيت أحط اسم بلدي وسط الدول المصنعة. أشرف الساعي إلى ابتكار أول سيارة تستطيع الطيران أنفق قرابة 300 ألف جنيه على فكرته، ويأمل أن تتبنى إحدى الجهات العلمية في الدولة مشروعي لاستكمال الفكرة والإنفاق عليها بشكل أفضل. بداية هي كانت حادثة ابني كانت في 2007، من بعدها بدأ التفكير. أقدر أقول لحضرتك بدأت أشتغل في البحث بتاعي من 2008. قدمناه لأكاديمية البحث العلمي. طبعا البحث كان مبني على عناصر علمية، أنا لازم أدرس القصور اللي في الأعمال السابقة وأقدر أحط جديد من عندي إيه. فبعد ما خلصت البحث قدمته لأكاديمية البحث العلمي في شهر 6 2011. قعد يدرسوا فيه حوالي 3 سنين، وبعد 3 سنين جانا الرد بتاعهم أن رفض الطلب. إيه السبب؟ أنا مش عارف، ولكن هم رفضوا الطلب. من خلالها وقتها أنا قدمت لهم وقلت لهم أن الموضوع ده فكرة نقدر نقوم بيه كدولة، بس ما ينفعش نقوم بيه كأفراد. وقلت لهم خلالها أن أشرف البنداري وفريق العمل معاه لو وصلوا الواحد في الألف فهم أنجزوا شيء، ويا ريت إخواتنا في الجامعات والكليات يكملوا معانا. الوحش المصري مركبة كهربائية تستطيع السير في الشوارع وتأمل في السباحة والطيران، ومخترعها أشرف البنداري يؤمن أن المحاولة أشرف من النجاح. أحمد بيومي، صباح البلد. عايزه اقول لكم على حاجه بس اسمحوا لي، يعني يمكن السخريه ماليه مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الشعار اللي حطه التجربه اشرف من النجاح اثر فيا، مش عارفه ليه. يعني احسن مما حد يقعد ما بيعملش حاجه. ممكن فكرة بسيطة جدا يقوم بيها مجموعة من الشباب تسفر عن حاجة لم يتخيلها البشر من قبل زي الإنترنت. ما حصلت، وبالتأكيد كانت بتثير برضو سخرية كبيرة، لكن مفيش دولة في العالم بتسخر من الاجتهاد. يعني اجتهد هتصيب، ما أصبتش النهاردة تصيب بكرة. جميل جدا ان احنا يبقى عندنا حركة للاختراع، حركة للابتكار، مهما كان الاختراع في نظر البعض سخيف او مثير للسخرية، الا اننا طول ما بنفكر بالطريقة دي عمرنا ما هنتقدم ابدا لقدام. يا رب مليون اختراع يفشلوا واحد بعد المليون ينجح، ده هيحسب لمصر وبيحسب لأي حد بيقوم بالاجتهاد. فيعني أنا شخصيا ما بحبش السخرية من أي مجهود بذل، في طاقة إيجابية، حتى لو اللي عامله ما اشتغلش، لو الوحش ده ما طرش، لو الوحش ده ما عمش، ممكن بعد محاولات كبيرة تكون هي دي البذرة اللي أدت لاختراع ما في المستقبل. يا ريت كلنا نحاول ونفشل مرة أو نفشل 10 وننجح حتى مرة.